يا ترى بنزين 95 احسن ولا 92 كفايه ولا الموضوع كله غلط اصلا؟ انا مؤمن الوزير وخليني اقول لك الحقيقه اللي ناس كتير ما تعرفهاش. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتشوفوا الفيديو من اليوتيوب بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعلوا الاشعارات، ولو بتتفرجوا من الفيسبوك ما تنسوش لايك وفولو للبيج عشان تتابعوا اخبار العربيات اول باول. سواء بنزين 92 او 95 ده مش رقم يدل على جوده البنزين اطلاقا، ولكن ده رقم حاجه اسمها اوكتين ريتنج. بالبلدي كده الاوكتين ريتنج ده هو مدى تحمل البنزين للضغط العالي قبل ما يشتعل بنفسه. يعني الرقم ده زي ما قلنا ملوش اي علاقه خالص بالجوده بتاعه البنزين، لان زي ما احنا عارفين لو البنزين اشتعل من تلقاء نفسه هيعمل ظاهره اسمها النوكينج، بمعنى ان هو لو انفجر قبل ما البوجيه يدي الشراره عشان يشعل الخليط بتاع الوقود والهواء، ده هيعمل الظاهره اللي هي اسمها النوكينج او صوت التسقيف زي ما احنا بنسميها عندنا في مصر. وخلي بالك ان النوكينج ده حاجه خطر جدا على الموتور بتاع عربيتك. هتقولي طب احط بنزين ايه في عربيتي؟ هقول لك ارجع لكلام الشركه المصنعه. لو الشركه المصنعه قالت لك 92 امشي على 92، لو قالت لك 95 يبقى امشي برضه على 95. هيجي واحد يقول لي طب انا عربيتي تربو، هل لازم احط 95 ولا ممكن احط 92 عادي؟ برضه هرجع في النقطه دي واقول لك ارجع لكلام الشركه المصنعه. لو قالت لك 92 امشي عليه، لو قالت لك 95 هتمشي عليه. طبعا هيطلع واحد مفزلك ويقول لي ازاي ده كل العربيات التربو لازم يتحط لها بنزين 95؟ هرجع اقول له هتحافظ على الكلام بتاعك، لان احنا زي ما قلنا الموضوع بيختلف حسب تصميم الموتور ذات نفسه، حسب التربو بتاع العربيه بيطلع بوست عالي ولا بيطلع بوست قليل. لو بيطلع بوست عالي يبقى لازم طبعا يتحط 95 عشان ما يحصلش انفجار زي ما قلنا قبل البوجيه يدي السبارك بتاعه الاشعال. ولكن لو البوست بتاع التربو قليل شويه او اداؤه اقل شويه من الاداء العالي، فبالتالي هو مش محتاج ال 95 في حاجه وعادي هيمشي بال 92. انا واحد من الناس كان معايا في فتره عربيه تربو كنت بستعمل بنزين 92 وكان ممتاز جدا ولا في تسقيف ولا في اي مشكله خالص. فالعبره في النهايه ان الموضوع متوقف على حسب تصميم موتور عربيتك ذات نفسها. طب لو انا عربيتي بتمشي ببنزين 92 وانا حطيت 95، هل كده هحس بفرق فعلا؟ خليني اقول لك الحقيقه ان لا، مش هتحس باي فرق خالص، وده هيبقى مجرد اهدار فلوس على الارض على الفاضي، لان ولا هيحسن من الاداء ولا بيوفر في البنزين ولا اي حاجه من الخرافات دي كلها. طب لو انا بقى عربيتي بتمشي ب 95 وانا حطيت فيها 92، ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ في بعض الحالات خاصه في عربيات ذات الاداء العالي الكنترول بتاع العربيه بيبدا عشان يعمل حمايه للموتور بيأخر الشرر شويه، لذلك هتلاقيه مأثر معاك على سحب واداء العربيه. ولو انت فضلت ماشي على الموضوع ده لفتره طويله هيأثر على الموتور بتاعك بصوره كبيره جدا. الخلاصه بنزين 92 مش وحش وبنزين 95 مش ساحر، ولو عربيتك تربو مش لازم تمشي 95 بس المهم تراجع كتالوج العربيه بتاعتك. وكمان ممكن تلاقي الشركه المصنعه بتديك التوصيه بتاعت البنزين على الغطا بتاع التانك بتاع العربيه بتاعتك او الورقه اللي بتبقى على القلب بيبقى فيها المعلومات بتاعت العربيه. كان معاكم مؤمن الوزير واشوفكم في الفيديو الجاي على خير.